وفي ناس بقى حكت قصص عن ست كانت شغالة عند الشيخة أمينة، هي كانت المساعدة بتاعتها، محدش يعرف اسمها ومحدش شافها بعد كده، وده لأنها اختفت. كل اللي كانت بتعمله إنها بتفتح الباب للناس وتدخلهم لحد ما توصلهم للأوضة اللي كانت قاعدة فيها الشيخة أمينة. وهنا بقى نحكي موقف الناس حكوه. أول ما بيدخلوا بيشوفوا المكان اللي هي دايما بتقعد فيه يلاقوه فاضي، لسه الشيخة أمينة ما وصلتش. هنا بقى يلفوا كده ويسألوا المساعدة بتاعتها: فين الشيخة أمينة؟ المفروض تكون قاعدة هنا والأوضة فاضية ومفيش حد. والمساعدة تروح بصلهم وتشاور لهم على مكانها، يرجعوا يبصوا تاني يلاقوا قدامهم الشيخة أمينة. وكمان كانوا بيقولوا إنها كانت بتقدر تعمل حاجات خارقة للطبيعة، وده طبعا بمساعدة الجن عشان توري الناس إن عندها قوة. وده كان نوع يعني من الدعاية لنفسها، يعني بتعمل كده عرض قدام الناس. ولكن المعلومات دي ما كانتش مؤكدة، ولأن الناس اللي حكوا الكلام ده طبعا ما قالوش أساميهم، لأنهم كانوا طبعا بيروحوا لدجالة، وممكن أغلبهم يكون كان بيروح بقصد الشر. فهي مش هتظهر وتختفي كده قدام ناس رايحة ربنا، مش هتعمل الحركات دي مع ناس جايين لرؤية شرعية أو طب شعبي، لأنك لأ، كانت بتعمل الحركات دي بس مع الناس اللي جايين بنية الشر. ومحدش فيهم أكد المعلومات دي. لكن جيران بقى بيت الشيخة أمينة كانوا دايما بيشتكوا لجوزها وبيقولوا له: احنا امبارح معرفناش ننام، ايه الازعاج ده اللي كان عندكم؟ صوت صريخ ستات وكلاب بتنبح، ايه الازعاج ده اللي انتوا عاملينه طول الليل؟ فكان دايما بيرد عليهم سعود ويقول لهم: احنا اصلا امبارح ما كناش موجودين في البيت، وكمان ما كانش في حد بيزورنا، واحنا اصلا ما عندناش كلاب في البيت. ولكن مع مرور الوقت جيران أمينة بدأوا يشكوا، البيت كان بيطلع منه صوت ناس بتصرخ، وكانوا بيشوفوا ناس ماشية فوق السطح، وبيشوفوا حاجات غريبة وقت الفجر بالذات. يعني البيت كان وضعه مش طبيعي. وفي يوم من الأيام وتحديدا في شهر مايو سنة 2011 اتفاجئت الشيخة أمينة بباب بيتها بيخبط بقوة جدا، حد بيخبط على الباب بعنف. راحت أمينة طبعا بنفسها وفتحت الباب، واتفاجئت ببنت صغيرة تقريبا عندها 9 سنين واقفة قدام الباب. هي البنت دي اللي بتخبط. اسمها ايه؟ اسمها مريم. البنت كان وشها مخطوف، وكان حد مستنيها بره بعربية، وكانت بتعيط عياط شديد قوي. فأمينة استنتجت من الموضوع ده إن عندهم حد متوفي، فعلى طول لبست أمينة وركبت معاهم وراحوا لبيت